السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل اكل خفيفه كده وسريعه، سندوتشات كبده اسكندراني. هننفذ فيها الفلاح. كبده الفلاح دي كبده مشهوره جدا وبحبها جدا، ريحتها بتجيب من اخر الشارع. ان شاء الله هنعملها بطريقه حلوه وتبقى زيها واحسن. مكوناتها سهله وبسيطه. هنجيب معانا الفلفل الاخضر الرومي مع فلفل حراق لو انت بتحبها سبايسي. هنقطع الفلفل كده حلقات رفيعة. طبعا احنا مش هنختلف عن الاكل البيتي، ايا كان اكل الشارع بتبقى ريحته حلوة وجذابة، بس برضو الاكل البيتي ما يعلاش عليه في نظافته وفي خضاره وفي حاجته، ما عارفين احنا ايه عاملينه ازاي. فاحنا بنشجع الاكل البيتي وبنعمله بطريقة لذيذة وكويسة، بحيث ان احنا برضو نخلي عيالنا يحبوا الاكل البيتي زي اكل الشارع، ان كله بيعشق اكل الشارع. احنا كده معانا الخضار هنقطعه. احنا كده خلصنا تقطيع الخضار، هنخش بقى على الكبدة. انا الكبدة ببقى مقطعاها شرايح وبحطها في التلاجة في الفريزر. حبيت اعملها بانيه ماشي، حبيت اعملها عصافيري دلوقتي زي ما انا هقطعها كده، فبحطها رقات خفيفة على بعضها كده اكني هعملها بانيه. ولو عملتها بانيه ماشي، عشان مبقاش انا عارفة انا هعملها ازاي. فجبتها كده قطع بانيه، بس ما بخليهاش تفك قوي، بخليها مستطرية كده او حنة، على اساس ان انا اعرف اقطعها كويس بسكينة حامية واقطعها. حطيت رقات كده فوق بعضيها زي ما انا مطلعاها من التلاجة، وابدا اقطعها شرايح رفيعة قوي. التقطيعة دي بنسميها ايه؟ عصافيري. نقطعها كده علشان تبقى خفيفة وبتستوي بسرعة زي ما احنا شايفين كده مع بعض بنقطعها. بعد ما اقطعها ان شاء الله ابدا اغسلها بقى وانقعها واظبطها. كده قطعناها بالطريقة ديت شرايح خفيفة ورفيعة كده عشان تساعد معايا في السوا، لان الكبدة العصافيري ديت ما بتاخدش سوا، يا دوب كده على النار وانت بتشوحي الخضار والفلفل. كده انا قطعت الكبدة وغسلتها ونقعتها، وجبت راس توم حلوة كده قيمة 6-7 فصوص وقمت دقاهم، ومعايا الفلفل اللي انا مقطعاه وليمون وواحدة مرقة دجاج وكزبرة ناشفة. هي دي كل مكوناتي: الكبدة، التوم، الفلفل، الليمون، الكزبرة الناشفة. جبت بقى صينية وعلى النار كأنها انا عاملة الصينية وكأنها جريل، زي الجريل بتاع الشارع. هنحط فيها شوية زيت مش كتير ونسيبه يسخن قوي، علشان انا محتاجة الصدمة بتاعة الزيت للكبدة عشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنزل بقى بنص كمية التوم او اقل من نص بشوية كده، ياخد الريحة، ندي للزيت وللكبدة في الاول كده ريحة التومة. مش بشوحها، انا يدوب بديها صدمة مع الزيت كده تديني الريحة بتاعته. انا مش قادرة اقول لكم بينزل التوم على الكبدة ريحة ممتازة. هنزل بقى بالكبدة واحدة واحدة كده على التومة، وابدأ افردها بالراحة في الصينية، علشان بتبقى لسه الكبدة في الاول كده انا عايزة افردها بحيث ان هي تاخد صدمة ولون مع بعضها، ما تبقاش حاجة وحاجة. نفردها كده بالراحة وما نقلبهاش، فرد مش تقليب، لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها. اسيبها شوية تاخد صدمتها. اول ما تاخد بقى الصدمة الوش الاولاني ابدأ اقلبها بالراحة على الوش التاني. انا بتعامل مع الكبدة بحرص لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها، علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها ما تتهريش مني وانا بقلبها.
ابدا بقى اقلب الكبده عادي. بعد ما خدت الصدمه بتاعتها نقلبها بقى ايه عادي، ما بتبقاش بقى الواحد خايف زي الاول. بعد ما وصلت للمرحله دي 3/4 سوا، هنزل بقى بالفلفل معاه اللي احنا مقطعينه، عشان احنا مش عايزين الفلفل اللي هو يدبل فيروح لونه وشكله، لا احنا عايزين نكسره بس كده في الكبده. فيادوب الكبده تبقى 3/4 سوا، وقوم نازلين بقى بالفلفل بتاعنا نديله تقليبتين كويسين كده مع الكبده. بعد كده بقى هنزل ببقية كمية التوم اللي معايا، تنزل بقى على الكبدة. هي دي الريحة اللي بتجيب آخر الشارع، ما اقولكوش بقى على الريحة. أكيد طبعا لما تجربوا إن شاء الله وتعملوها هتحسوا باللي أنا بقوله دلوقتي. ريحة جبارة، دي اللي بتجيب من آخر الشارع. نديها برضو تقلبتين كده مع الكبدة والخضار. شايفين شكل الفلفل مصحصح وجميل ازاي؟ لو عايزة تزودي بقى فلفل ألوان أو كده ماشي، بس احنا ده الأساس بتاعنا. ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، هي بتاخدش بهارات كتير، هي فلفل اسود نص معلقة كده، فلفل اسود والكزبرة الناشفة. اهم حاجة بقى الكزبرة الناشفة، اديها معلقة كبيرة كده او 2 صغيرين، او معلقة كبيرة كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة تبقى حلوة قوي مع الكبدة. وشوية ملح، ونبتدي نقلبهم. هي ما بتاخدش توابل غير 3: الفلفل الاسود، الكزبرة الناشفة، والملح. بس يبقى انا الملح لاخر حاجة كده علشان ما يعكش السوا. في معلقة الملح. هنبتدي بقى نعصر الليمون عليها، ننزل بليمونتين كبار كده، نقوم جايين عصرينهم. طبعا انا بحطها في المصفى علشان البذر، العصارة بتاعتي مكسورة، فبتدي بعصره بايدي وبحطه في المصفى عشان البذر. نعصر ليمونتين كبار كده حلوين، الليمون بيديها مزازة وطعم حلو قوي. وبكده تبقى دي اخر خطوة معايا في الكبدة. شايفين بقى الجمال والحركات؟ فعلا ريحتها وشكلها يفتح النفس. العين بتاكل قبل البق، والمناخير طبعا بتشم الريحة كده بتفتح نفسك للأكل. كده الكبدة بتاعتي بقت جاهزة، ومعايا غير على ان انا اعملها في السندوتشات انا مفتحة الفينو، وابدأ بقى اخد الكبدة كده بوطي بقى النار عشان تفضل سخنة، واقوم جاية بقى بالسندوتشات كده والصينية على النار اكنها الجريل، وابدأ احط كمية الكبدة اللي انا محتاجاها. عايزة تقللي عايزة تكتري على حسب امكانياتك. ومعايا بقى الكاتشب الحراق، برضو الكاتشب ده اختياري، بس الكاتشب مع الكبدة حلو قوي. نبدأ بقى نعمل سندوتشاتنا بطريقة لذيذة كده وجميلة، بترمي معاكي كمية حلوة قوي. طبعا احنا لو في الشارع بنشتري السندوتش ده ب15 وب20 جنيه ما قطمة، لكن طبعا في البيت احنا عاملينه بنظافة. مكترة الكبدة براحتي، مزودة ليموني، مزودة كاتشبي كده. كده سندوتشاتي خلصت. حلو وجميل، ان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد اخر، والسلام عليكم ورحمة الله.